السلام عليكم. لايف جديد بعد غياب طويل، شويتين ثلاثة من صفحة السلزجية. أنا معاكم تامر المغازي. هنتكلم النهاردة عن ممكن حاجة كده مهمة بتسألها كتير الحقيقة مؤخرا، فحبيت إن أنا أشاركها معاكم. اللي هو أنا ما عنديش خبرة، مش عارف أشتغل، كل ما بقدم ما بشتغلش. وهل ده عيب فيا ولا ده عيب في الشغلانة ولا أنا مش بتاع الشغلانة دي، ولا هل أول ما هشتغل في الشغلانة دي هبقى عندي خبرة إزاي؟ هي أسئلة برضو بتدور في دماغنا. الحقيقه لازم نعرف حاجات كده مهمه الاول عن الشغلانه بتاعت السيلز، واللي اكيد كلنا اترفضنا ممكن في اول وتاني ويمكن وتالت وطول عمرنا ممكن نترفض اصلا. دي طبيعه الحياه في اي شغلانه وفي اي وظيفه. في الاول واحنا عندنا خبره واحنا بنقدم على ترقيه او احنا بنقدم على نبقى مديرين او نبقى استشاريين ايا كان، في الاخر ده سوق وعرض وطلب ورزق وحاجات كتيره كده. فاول حاجه لازم نهتم بيها ان احنا نعرف اصلا هي شغلانه المبيعات دي عباره عن ايه، ايه المكونات بتاعتها. هل هي بس كلام وهي ضحك، وهي هي ممكن يبقى في خرافات كتيره عن شغلانه المبيعات. من ضمنها ان هي شغلانه كلام بس، بياعين كلام، وان انت بتعرف تتكلم كده تبقى انت بياع. جزء طبعا من الوظيفه بتاعه المبيعات ان الشخص يكون عنده قدره على الكوميونيكيشن او التواصل طبعا، والكلام اداه من ادوات التواصل زي الاستفهام وزي الاستماع برضه هو اداه من ادوات التواصل. بس في الاول لازم نبقى عارفين الوظيفه عايزه مننا ايه. عايزه مننا طاقه، لازم يكون عندي طاقه، وطاقه جباره كمان للشغل، لان الوظيفه فيها من المحبطات والحاجات اللي ممكن توقع الحماس والحافز عند البني ادم بشكل كبير. ثقه طبعا، لازم يكون عندنا ثقه في شغلانه المبيعات بشكل فعال وواضح، علشان نقدر ان احنا نوصل الاحساس والقيمه اللي عندنا بالمنتج بتاعنا للعميل اللي عنده مشكله وعاوز الحل ليها، وبنقدمها له احنا من خلال المنتج الخاص بينا. وحاجه من الحاجات او مهاره ممكن نسميها، او ميزه لازم تبقى موجوده بقى في الشخص اللي شغال ولسه عاوز يشتغل في البيع: قابليه التعلم. ما هو انا اصلا ما بعرفش اشتغل مبيعات، انا عايز اتعلم اعرف اشتغل مبيعات. دي اصلا اول حاجه. ما انا اكيد ما بنتولدش وما بنتخرجش واحنا بنعرف نبيع. في ناس طبعا بتبقى بياعين بالفطره، وفي ناس شاطرين ولطيف الكلام ده كله، بس النهارده في العصر اللي احنا فيه كل شيء تقريبا قابل للتعلم. المهم بقى يكون انا عندي قابليه التعلم دي، هل هي موجوده ولا لا؟ في المرحله الاولانيه انا عايز اتعلم حاجات معينه هنتكلم عليها دلوقتي. طب لما اشتغل في مبيعات، طبعا ده لو انا ما بعملش اصلا تطوير لنفسي من نفسي، او بستقبل اللي بيجي لي من مؤثرات من مديري او من الاقران بتوعي او حتى من العملاء في الحوارات بتاعتي معاهم، انا هنا هيكون عندي مشكله كبيره جدا، ان انا مش هبقى قادر اوصل ان انا بطور نفسي مع السوق ومع المنافسين اللي بيتطوروا، او مع العملاء اللي كمان بيتغيروا. فعشان كده لازم نبقى عارفين ان قبل ما اقدم في شغلانه المبيعات لازم اجهز شويه حاجات. انا متخرج من كليه ما، تجاره بقى، وهشتغل في المبيعات بتاعه مثلا الاف ام سي جي بتاعه، هشتغل في الدعايه الطبيه ميديكال ريبريزنتيف، هشتغل في الريل استيت، في العقارات، هشتغل في الاجهزه الطبيه، في العربيه، اي مجال انا هبيع فيه. الاول خالص لازم ابقى عارف ان انا لازم اعرف اعمل اصلا حاجه اسمها ريزومي، سيرتي الذاتيه. لازم اعرف اعملها، وازاي اعرف ان انا ابين ايه هي المهارات وايه هي الجدارات وايه هي الخبرات، حتى لو كانت خبرات اثناء مرحله التعلم او اثناء مرحله العمل الطلابي او اثناء مرحله حتى لو في عمل تطوعي، ان انا اعرض شكل حياتي اللي هيبقى جاي بيها بناء على حياتي السابقه. ما انا ما اشتغلتش اكيد قبل كده، بس والله مثلا السي في دي لو انا حطيت فيها سنه التخرج وحطيت فيها تاريخ ميلادي واسمي كده، هو مش مجرد الريزومي بيكون فيه الحاجات دي. بالمناسبه احنا دايما بنحب نتكلم ان اللي بنقدم بيه في الشغل هو ريزومي، اللي هي الصفحه او الصفحه ونص، مش السي في. السي في بتكون او الكريكولم فيتا بتكون اكبر شويه واكاديميه بشكل اكبر. طيب انا ابتديت يكون عندي هكتب الريزومي او الملخص بتاع سيرتي الذاتيه ده، لما ابتدي ان انا يكون بحط فيه تفاصيل، مش مجرد التفاصيل بتاعت العنوان والتليفون والايميل وسنه الميل، ما الحاجات دي ماشي موجوده. طيب يبقى قبل كده بقى لازم دايما بنصح الناس هم لسه، وبيبقى طبعا دول بقى لسه بكر، الناس اللي لسه في مرحله الدراسه: يا جماعه اشتغلوا في العمل الطلابي، اشتغلوا في الانشطه الكلابز او هيناكتس او ايزك، او حتى في الحاجات اللي زي رساله وصناع مش عارف روح اتطوع في مصر الخير. طبعا اشتغل في اي ستودنت اكتيفيتي، في اي عمل طلابي، لان ده اولا بيثقلك، بيخليك تقدر تحط حاجه في السي في ان انت كنت شغال والله بتعمل كذا في الماركتنج، او كذا في السيلز، او كذا في الفند ريزنج، او كذا في التنظيم، او كذا في الاداره بتاعه اي عمل طلابي او عمل اثناء ما انت كنت في الكليه. تحطه في الريزومي بتاعتك. وكمان لما اجي اعمل معاك انترفيو بتكلمني بمنطلق ان انت كنت
ليك فريق وليك سوبرفايزر او مشرف وليك مدير، وكان عندك خطه بتشتغلوا عليها، وكان في حد بيحاسبك وحد بيحفزك وحد بيقومك، وانت كمان ممكن تكون بقيت سينيور او كده فبقى عندك تيم بتشتغل عليه. في اللحظه بتاعه تقديمك في الانترفيو الذي هو انت بدون خبره، انت انتري ليفل لسه، انت جديد بس عندك خبره من العمل الطلابي او التطوعي او الخيري او اي مكان. طبعا الناس اللي تقدر تشتغل اثناء الدراسه في شغلانات حتى لو قد تبدو بسيطه زي كاشير في مكان او في بيع في مكان او في جيم، او ده لطيف مش وحش، لان هو برده هو جزء من الاحتكاك بالسوق وجزء من الخبره، بالاضافه انه طبعا بيدي اكيد ممكن حافز مادي، وده حاجه ممكن تبقى مطلوبه ان الواحد يقدر ان هو يشيل جزء من مصاريفه مثلا ويبقى عنده تحمل المسؤوليه اثناء فتره الدراسه، هو اكيد ده هيعود عليه بحاجات كتيره بعد ما بيتخرج. فابقى عارف احط ايه في الريزوميه او في السي في، واحاول ان انا قبل بقى ما اخلص وقبل ما اتخرج اكون بس بهتم ان انا بجيب تقدير وان انا بخلص الكليه وان انا عايز اجري على شهاده الجيش وان انا اجري بقى اقدم في الشغلانات. لازم يكون عندي حاجات تتقل لي الريزوميه بتاعي. الحاجه الثانيه اما ابتدي اقدم بقى واروح اعمل المقابلات، لازم يكون عندي ثقه في نفسي، ولازم يكون عندي قدره ان انا بقدر اعرض اللي عندي ده حتى ولو كان قليل. ما هي الشركات بيبقى فيها ناس بيتقدموا لها وهم عايزينهم بخبره واكيد بمرتب قد كده، وناس بدون خبره ومرتب قد كده، ونبتدي نعلمهم واكيد هنستحمل غلطهم ونطورهم بس هم بمرتب صغير، عشان في فكره دايما في الشغل اسمها السكسيشن، اسمها التتابع. في ناس كباره وقدام وخبرات عاليه، وفي ناس تحتيهم مديرين في المستويات المتوسطه، وفي تحتهم مشرفين، وفي تحتهم موظفين بخبره، وفي تحتهم موظفين بدون خبره. وتستمر الحياه بقى في اي بزنس عشان يقدر ان هو لو هو بزنس قادر وعايز يفضل متوالي النجاح ومستمر ويبقى عنده لونج تيرم كده، هقول ايه، سكسس، لازم يعمل فكره السكسيشن او التتابع دي. يعني المفروض ان انا هكون متواكب بقى مع اللي بيحصل ده في السوق. فما تكتفيش بس ان انت تقعد تندب حظك ان محدش هيقبلني ومحدش هيشغلني وانا ما عنديش خبره، وبالتالي ما تقدمش، وبالتالي ما تنجحش، وبالتالي تكتئب اكتر، عارف، اللي هي تتميل للدنيا بنيله اكتر وتتأندل اكتر. لا، اذا احنا لسه دلوقتي تسمعني وانت في مرحله الدراسه، او في حد انت بتسمع الفيديو بتاعي او اللايف ده وهو لسه في مرحله الدراسه جنبك، يعني ابعت له الفيديو، عارف، ابعتها له. طب اتخرجت بقى وما عملتش كده، يبقى لازم ابتدي برضه اشتغل على نفسي في حاجات كتيره من الكورسز. في الانترن ممكن يبقى عندي تدريب اللي هو من اجل التشغيل، اللي هو ممكن يبقى بدون مرتب او بمكافاه بسيطه، بس برضه رحت اسبوعين او شهر او شهرين ثلاثه في مكان بالتزام بحضور بانصراف، هقدر احط ده برضه في الريزوميه بتاعتي. وبالتالي لما اجي اقدم بقى على مكان عايز حد انتري ليفل بدون خبره، بس انا عندي خبره تدريبيه قدرت ان انا احط فيها برضو جزء من اللي انا اتعلمته في الدراسه او اللي انا عارفه في الحياه، واللي انا ابتديت اكتسبه من المكان اللي انا اتدربت فيه وخدت فيه الانترن او التدريب من اجل التوظيف ده. طبعا لو مكان اتدربت فيه من اجل التوظيف وهيوظفوني بعد كده، يا سلام، ده يبقى ويل اند جود وحلو جدا يعني. المهم حاول دايما تبني الريزوميه بتاعك، ودايما بنصح الناس من وانتوا في الكليه، من وانتوا في الجامعه. يعني تقريبا ده بوست على حاجه ثانيه او كومنت على حاجه ثانيه، بس ايه، يبقى كده خلصت انا كده اللايف. بس في كومنت ظهر بقى بس ما طلعش على اللايف ده يعني. فيعني نقدر نرجع كده يا رب ان شاء الله الفتره الجايه لمجموعه من اللايف. دايما بحب في اللايف فيديوز بتاعت السلزجيه كنت بتكلم على الشغل والوظيفه والانترفيوهات، وممكن العلاقات مع العملاء او الزملاء او كمان الاتش ار والمديرين، بحيث ان احنا نقدر يعني نكون شويه بنحاول يعني نطور او نظبط المشاكل او الجابس اللي ممكن تبقى بتضايقنا شويه وبتحبطنا. وما اكثر طبعا الاحباطات اللي ممكن تيجي من ان واحد بيدور على شغل مش لاقي، او ان هو متخرج وشايف الدنيا مظلمه قدامه، او ان هو بيقدم وما بيتقبلش. واكيد في يعني في اللايفات تانية بقى جايه هنبتدي نتكلم على اصلا شويه كده. طب اعمل الريزوميه برضو، لا مش هعمل ريزوميه، خلاص خلصنا كده الريزوميه، ممكن يعني بشكل واضح شويه. ممكن ارسل لكم في الكومنتس كده مثلا بعض الريزوميهات، يعني التمبلتس اللي ممكن تساعدكم. لا، هنتكلم على ممكن مراحل التقديم بقى، والكفر ليتر، وما ابعت الايميل، وما يكلموني في التليفون، وبعد كده يبتدي يحصل السكريننج او الانترفيوهات الاولانيه. ازاي ممكن نكون بنمر وبنخوض المراحل دي. هتكون في يعني بثوث او لايفات مباشره قادمه ان شاء الله. انا معاكم تامر المغازي من السلزجيه. يلا اشوفكم على خير، السلام عليكم.